لمن الملك اليوم؟ للشيطان حبيبي. الهدف الأعلى لوجود القيادة الإلهية، أني جاعل في الأرض خليفة. الهدف الثاني وهو ما يتعلق بالبشرية. هسه احنا حكينا على اليمن، حكينا على ممثل الله سبحانه وتعالى الذي يكون مبسوط اليد على كل الأرض، وهو شخص الإمام المهدي سلام الله عليه. الآن نريد أن نتحدث. يسأل سائل أنه هسه افتهمنا الخليفة اللي هو الإمام عليه السلام سيأتي في مستقبل الدهر. زين البشرية شنو هدفها؟ الله ايش يستهدف من عندها؟ البشرية الله سبحانه الآن في هذا الزمان وفي الزمان السابق وأرجع على آدم عليه السلام. الملك لمن؟ قال السيد الشهيد الصدر قدس سره الشريف: لمن الملك اليوم؟ للشيطان حبيبي. لمن الملك اليوم؟ للشيطان. يعني نفوس الناس شيطانية، وكما عبر في القرآن الكريم: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زين، يعني تحقق هذا المجتمع العابد من الجن والإنس لو ما تحقق؟ لم يتحقق إلى الآن. زين، إذا ما تحقق، الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتخلف عن هدفه وعلته الغائية فيكون عاجزا؟ لو لا، طبعا لا، الله لا يتخلف عن مقتضى غايته لو جاز التعبير، وهي المجتمع العابد من الجن والإنس. فهذا الشيء يستلزم بهاي الحالة؟ يستلزم لابد من وجود نظام إلهي متكامل، ويستلزم لابد من وجود خليفة الله سبحانه وتعالى الذي شو يسوي؟ الذي ينزل هذه الأطروحة أو هذا النظام اللي عبرنا عنه إلى حيز التطبيق العملي، ويربي عليه البشرية ردحا طويلا من الزمن بحيث يصلون إلى هذه الغاية أو العلة الغائية التي أرادها الله سبحانه وتعالى، وهو شنو؟ المجتمع العابد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. زين، هاي لو متخلفة السالفة صير يوم القيامة ماكو مجتمع عابد لا من الجن ولا من الإنس. ايش راح يصير بهاي الحالة؟ راح يصير بأن الله سبحانه وتعالى عاجز عن تحقيق غاياته وأهدافه من خلقة الإنسان، وحاشا لله أن يكون عاجزا. فاستلزم من ذلك شنو؟ أيضا وجود النظام، الأطروحة العادلة الكاملة كما عبر السيد الشهيد، ووجود القائد المنتظر سلام الله عليه، ووجود المجتمع العابد لله سبحانه وتعالى. السيد الشهيد تقدم خطوة إلى الأمام، قال لا، أنه هذا المجتمع العابد هذا أول الخطوات، يعني التي تكون في الدولة المهدوية يكون المجتمع عابدا، لكنه بمرور الزمن سيتحول المجتمع من المجتمع العابد إلى المجتمع المعصوم برأيه العام. لاحظ، إذن شوف، راح يتكامل المجتمع، هم تكامل عام وهم تكامل خاص. وهذا الكمال العام والكمال الخاص ايش يحتاج حبيبي؟ يحتاج إلى 3 مقومات. المقوم الأول يحتاج إلى تخطيط الإلهي العام والتخطيط الإلهي الخاص وحده، ويحتاج إلى نظام، هم النظام العام والنظام الخاص، هاي 2، ويحتاج إلى من يطبق وينزل ذلك النظام إلى حيز التطبيق العملي، وهو الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف وأنصاره 313 وجيشه 10,000 مقاتل. إذن افتهمنا من ذلك بأنه وجود الإمام المهدي عليه السلام غائبا. شنو فائدته الكمالية؟ فائدته الكمالية أنه إذا لا يوجد الإمام سلام الله عليه، معنى ذلك سيتخلف الهدف الإلهي وهو المجتمع العابد. فإذن وجود الإمام المهدي عليه السلام له هدف وله علة غائية تكوينية من جانب، وتشريعية من جانب آخر. نعم، هو ينتظر الفرصة المواتية. يجي واحد يسأل من المغرضين ومعاندي أهل البيت عليهم السلام،
يقول لك زين هو صار له 1400 سنة غايب، 1200 سنة غايب، شنو اللي قبضناه من الإمام المهدي عليه السلام؟ شوف أنا أسألك سؤال الآن، بين المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وآله شقد مدة زمنية؟ في هذه الفترة ما بين المسيح عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وآله الله أما لا بعث نبي ولا بعث إمام ولا بعث كذا. ما بين النبي موسى عليه السلام مثلا والنبي عيسى عليه السلام كم سنة؟ الله العالم، 5000 سنة مثل 4000 سنة ما أدري قد. ما بين النبي آدم والنبي نوح عليه السلام كم سنة؟ ما بين النبي نوح والنبي إبراهيم عليه السلام كم سنة؟ وهكذا. إذن هناك فترة من الزمن ممكن أن تخلو القيادة الدينية، لو جاز التعبير تنسحب القيادة الدينية عن الواقع، ولكن هذا الانسحاب لا يعني انسحابها عن الجانب التكويني وعن الجانب الغائي. تبقى الغاية موجودة ويبقى الجانب التكويني موجود، إلا أنه يمكن الانتفاع به عليه السلام كالشمس إذا غيبها السحاب. ممكن يؤدي الغرض مالته بالطريقة التي هو يراها مناسبة وتتناسب مع مستوى تكليفه الشرعي. وهو شنو هو تكليف الشرعي؟ اللي هو أن يحافظ على غيبته، لا أن يظهر نفسه سلام الله عليه. نعم. نكون في هذا الجيل نحن المدافعون عنه، ونحن المطيعون له، ونحن القائمون بأمره سلام الله عليه، حتى يقضي الله بما هو قاض.